النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض البيتزا، عاملاها بعجينة هشة وطرية جدًا، يعني حتى لو باتت معاكِ لتاني يوم مع إنها مش هتبات من طعمتها. عجينتها جميلة جدًا وهشة وطرية يعني، وكمان العجينة دي ممكن تستخدميها في كذا يعني في أي معجنات تانية عايزة تعمليها. معاكم ريهام من قناة آخر طعامة. لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعندي قناة بنفس الاسم أو صفحة بنفس الاسم على الفيسبوك وعلى التيك توك. يلا بينا نبدأ وصفتنا ونبدأها بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا. أنا النهاردة عجنة معاكم كيلو من الدقيق، هحط عليه باكت من الخميرة ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهحط 3 معالق من السكر، وهحط نص معلقة صغيرة من الملح. وبعد كده هقلب المواد الجافة دي بتاعتنا كلها كويس جدا مع بعض. هنقلبها كويس جدا نتأكد ان كله اختلط مع بعضه، وبالذات الخميرة لازم الخميرة تختلط مع العجينة بتاعتنا كلها. وبعد كده فتحت كده فتحة صغيرة في النص، وجبت بضاية حطيت عليها معلقة من الخل وقمت حطاها. لو عندك كيس فانيليا ممكن تحطيه عليها عادي جدا. هتقولي لي فانيليا في حاجة حادقة في بيتزا؟ هقولك لان هي دي، الفانيليا او كيس الفانيليا هي سر المخابز او سر الافران. هي دي اللي بتدي الروايح اللي بتبقى جميلة، اللي بنقوله اشمعنى الريحة بتاعت الافران او المخبوزات بتاعت الافران بتبقى عاملة كده. وبعد كده وكمان معلقة الخل، لو انتي ما عندكيش الفانيليا بتشيلي الزفارة بتاعة البيض وبتبقى عادي جدا. يعني الفانيليا دي برضو اختياري. وبعد كده انا عجنت بلبن، يعني عجنت يعني بكوباية لبن. ما عندكيش لبن ممكن تحطي معلقتين لبن بودر، ما عندكيش معلقتين لبن بودر ممكن لبن رايب. ما عندكيش لا ده ولا ده ولا ده، يبقى بمية عادية خالص، وانا برضو كملت بمية عادية. عجنت العجينة كويس جدا، يعني اخدت مني في حدود كوبايتين كده، كوبايتين من المية، او كوباية من اللبن وكوباية من المية. وطبعا انتي على حسب العجينة زي ما قلت لكم كذا مرة، على حسب نوع الدقيق انتي بتشتغلي، ما تحطيش المية مرة واحدة، لا حطيها تدريجيا. لحد العجينة ما بقت بالشكل اللي انتوا كنتوا شايفينه ده، حطيت نص كوباية من الزيت، وبعد كده عجنت كله كويس جدا لحد ما العجينة وصلت معايا القوام ده. بعد كده حطيت حبة زيت كده في البولة من تحت عشان العجينة بتاعتنا متلزقش معانا. وبعد كده سبت العجينة وحطيت برضو نقطة زيت من على الوش وغطيت العجينة، وبقت بالجمال ده، اختمرت معانا وبقت جميلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فطست بقى الخمر بتاعها او طلعت الهوا منها وكده، وقمت منزلاها. وهقسمها بقى معاكم على 4 كور كبيرة، على حسب الصواني بتاعتك وعلى حسب انتي هتعملي ايه. يعني انا مثلا ما شاء الله لما بحب اعمل البيتزا، ما بحبش ان انا اعمل صينية ولا اتنين، لا يعني ما شاء الله بحب اعمل، يعني هتبقى ايه، عايزة اكل واشبع من البيتزا. وقرصتها زي ما انتوا شايفين كده 4 كور، وبرضو على حسب الصواني بتاعتكم، يعني صينيتكم كبيرة هتقرصوا القرصة كبيرة، صغيرة هتعملوها صغيرة. انا بقى كنت عاملة الصلصة معاكم كذا مرة، فانا ما عملتهاش معاكم النهاردة في الفيديو بتاعنا. وبرضو انا هحشي النهاردة برضو شاورمة فراخ، وكنت عاملاها معاكم قبل كده كذا مرة في النجرسكو، في حاجات كتير شوفوها. طبعا الكور بتاعتنا ازدادت الحجم بتاعها او تضاعف الحجم بتاعها. بعد كده هجيب الصينية بتاعتنا وهفردها فيها، وهجيب الصلصة. تعملي الصلصة ازاي؟ حبة زيت وفصين توم، وهتنزلي عليهم بشوية زعتر صغيرين، حبة زعتر صغيرين، حبة فلفل أسمر، وبعد كده تنزلي عليهم بالطماطم. من 4 ل5 معالق خل مركز، مش خل مركز يبقى 4 كوباية من الخل العادي، ومعلقتين سكر، معلقتين صغيرين مليانين سكر، وتسيبيها لحد ما تتسبك. طب عملت الشاورما ازاي؟ قطعت الفراخ جوليان او صدور الفراخ جوليان، وبعد كده قمت منزله بصدور الفراخ في حبه الزيت في طاسه او في صينيه. وبعد كده حبه اول ما اخدت صدمه معانا نزلت بالبصل وبعد كده الفلفل، وما حطيتش فيها طماطم لان احنا عندنا الصلصه. ممكن انتي تعملي الشاورما دي كلها من غير الفراخ عادي جدا. بعد كده حطيت بهارات الفراخ وكده وحبة فلفل اسمر، وممكن زي ما قلتلك تعمليها من غير الفراخ عادي جدا خالص، لان هي برضو بتبقى جميلة. وبهارات الفراخ بتديها كأنها موجود فيها فراخ، وبتبقى بيتزا بالخضار بتبقى طعمها جميل جدا. خلصت البيتزا بتاعتي، وانا ربنا يسامحه اللي عطاني الجبنه المره دي، الجبنه مش بتمط خالص. فعيالي ايه البيتزا اللي مش بتمط دي؟ قلت لهم معلش المره الجايه ان شاء الله هعمل لكم الجبنه المعتاده، بس انا قلت اجرب الجبنه دي ويا ريتني ما جربتها. بس المهم ان العجينه بتاعتنا طالعه جميله ما شاء الله، والبيتزا طالعه طعمها تحفه، والله العظيم كان طعمها جميل جدا. جربوها وان شاء الله مش هتندموا.